جيل 3008 الثالث اتقدم في اوروبا السنه اللي فاتت، والاول مره جايب 3 اختيارات كهرباء بالكامل قوتهم بين 210 حصان و320 حصان، وفي فئه منهم بتقطع 700 كيلو في الشحنه الواحده. 5008 هي كمان اتقدمت بجيل جديد، وفي فئه بتقدر تمشي 660 كيلو في الشحنه الواحده. اوبل جراند لاند زي بيجو العربية هتتقدم في أوروبا بكذا اختيار لنسخ كهرباء بالكامل، وبرضه واحدة منهم هتقدر تمشي 700 كيلو في الشحنة الواحدة. سكودا كودياك. جيل كودياك التاني اختلف من ناحية التصميم، ولكن اختيارات المواتير البنزين ما اختلفتش قوي. لسه ال 1500 توربو مكمل بقوة 150 حصان، وفي 2000 سي سي توربو 204 حصان، مع نسخة هايبريد تقدر تمشي لحد 100 كيلو بموتور الكهرباء بس. ستروان سي 3 اتقدمت في اوروبا بجيل جديد بمواتير 1200 سي سي توربو قوتها بين 100 حصان و136 حصان.